الزمالك يودع اسطورته والشحات بيجهز شنطته. الزمالك بيقرر الاستغناء عن كبار كرة اليد، والأحمر في طريقه للرحيل. حسين الشحات بيجهز نفسه للعودة للعين الإمارات، وزيزو السبب. وزير الرياضة بيحذر اتحادات الألعاب الفردية. والمهلة الأخيرة ابتدت. إنجاز عالمي، مي جمعة بتخطف الأضواء في الدوري البولندي. وأخيرا سيدات الزمالك يضربوا بقوة ويفوزوا بكأس الطايرة. الزمالك بيودع أسطورته. الزمالك بيدرس عدم التجديد لأحمد الأحمر وكبار فريق اليد عشان يوفر الميزانية. القرار بسبب خسارة الفريق للبطولات المستمرة، والإدارة عايزة فريق جديد ينافس الاهلي اللي بقى مسيطر على اللعب. شايفين القرار صح عشان التجديد، ولا الزمالك بيخسر قيمه كبيره زي احمد الاحمر؟ ادينا رايك في التعليقات. الشحات بيجهز شنطته وزيزو السبب. حسين الشحات في مفاوضات متقدمه مع العين الاماراتي عشان يرجع لفريقه القديم. اللاعب خايف يقعد دكه في الاهلي لو زيزو جه، فبيأمن مكانه الاساسي في العين الاماراتي. لو الاهلي جاب زيزو، هل الشحات لازم يمشي ولا في مكان للاثنين؟ اكتب لنا رايك في التعليقات. وزير الرياضه يهدد اتحادات الالعاب الفرديه. أشرف صبحي ادى بعض الاتحادات مهلة أخيرة عشان يحلوا مشاكلهم. الوزير توعد إنه هيتدخل بقوة لو الأزمات فضلت مستمرة. هل القرارات دي هتحل المشاكل ولا الخلافات أعمق من كده؟ مي جمعة بتخطف الأضواء في بولندا. مي جمعة حارسة منتخب مصر لكرة اليد بتحصد جائزة أفضل لاعبة بعد تألقها في الدوري البولندي. الحارسة المصرية تصدت ل 15 تسديدة وساهمت في فوز فريقها بنتيجة 28-27. الاحتراف هو الحل لتطوير الرياضة النسائية في مصر ولا في طرق تانية؟ سيدات الزمالك بطلات كاس مصر لكرة الطايرة. الزمالك بيتوج بكاس مصر بعد الفوز على الأهلي في النهائي 3-0. مدرب الزمالك الكابتن أحمد فتحي أكد إن الإصابات أثرت على مشوار الدوري، لكن الفريق رجع بقوة وخد الكاس. هل الزمالك يقدر يحقق بطولة أفريقيا بعد الإنجاز ده؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. خلصت حلقتنا، استنونا في الجديد، وما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. لو الأهلي جاب زيزو، الشحات لازم يمشي ولا في مكان للاتنين؟